يجي عم سعد بحر جهز المكان، السلطان يركب من عند المقص حاجه اسمها الذهبيه، ودي مركب بتبقى طويله، الذهبيه دي ولها شراع اثنين ثلاثه، وبتتحرك من عند المقص. فين المقص دلوقتي؟ عارفين ميدان رمسيس؟ ده كان على النيل وقتها. يركب من هناك على فين؟ على هنا. طبعا ما بيبقاش لوحده، بيبقى معاه الامراء والناس، الاهالي، الشعب. كل الناس تتحرك بفلاي، كل ما عندوش فلوكه يأجر، والعائلات تنزل، والمراكب يتعلق عليها زينه بالورد والالوان وكذا، وكل مركب عليها فرقه بالطبل والزمر ورقص وهيصه وورد بيترمي على السلطان، والدنيا ما شاء الله. الزفه دي تيجي زفه في النيل، راعي الملحوظه دي، من عند المقص لحد ايه ما تيجي عند الجزيره هنا، وتلف حوالين الجزيره لف، وبعدين ينزل هنا في الحته دي، المركب تقف ويطلع السلطان ومعاه الحاشيه بتاعته والمدافع تضرب. طبعا في العصر المملوكي كان في مدافع كانوا بيسموها النفوط، المكاحل والنفوط، اللي بقت في العصر العثماني بيسموها شنك. شنك. السلطان بقى يخش يصلي الفرض ويصلي ركعتين لله، وينزل يجيبوا له اناء فيه زعفران. فيذكر لنا المقريزي الملحوظ يقول لك ايه؟ فيخلق عمود المقياس بالزعفران. يعني ايه يخلق؟ يدعك الزعفران في ايده ويدهن العمود بتاع المقياس كنوع من التبرك، حاجه بركه. ينزل يخلق العمود، وطبعا يجي المشايخ يروحوا مخلقين السلطان نفسه، يعني يعملوا على وشه الزعفران، وده كان نوع من المفخره والبركه، وان انت كده وشك حلو علينا وانت كذا. كلمه وشك حلو دي اساسها بالمناسبه اللي بيعملوا له وشه بالزعفران. وطبعا معروف ان الزعفران حاجه